ايامات السيبر والموديم وحنا كنفاتحوا لاول مره على شي حاجه سميتها الانترنت والويب كيدوزو من قدام عينينا فيديوهات اللي كيضحكوا ديال بصح ذكريات الخوت، فيديوهات اللي متاكد انكم باقين عاقلين عليهم الى يومنا هذا، بحال مثلا وحيد الميلودي، سيف فيني، باي باي المدرسه، بوزبال، بلاك مصيبه، مسعود المنحوس، فيديوهات ديال الدبلجه المراكشيه وشلا فيديوهات اللي هازين معاهم بزاف ديال الذكريات. كاين فيديوهات اللي كيدوزو مرور الكرام وكاين الفيديوهات اللي كيديروا ضجه وكتلقى كلشي شايفهم، يعني مستحيل تلقى شي واحد ما ضحكش على داك الفيديو. ولكن وحنا كنكبروا كنلقاو بلي داك الفيديو اللي كنا كنضحكوا عليه في صغرنا فيديو ما كيضحكش، فيديو اللي حرفيا ما عندوش تفسير. بحال مثلا هذا الفيديو. خصنيش نهضر هضريه بالفرنسي. صافا هند. اوكي شوفي فيا انا، شوفي الكاميرا. هند هذا ضني وهضري فرنسي. اوكي قولي سردين، صدرني قولي كفته، وكذا قولي قنب. راسك قوقع. فيديو فيه بنت اللي سميتها هند دايره واحد الماكياج اللي غريب نوعا ما، ومن الشكل ديالها كتبان بلي السيده ماشي هي هذيك اللي كيصوروا فيها. كيبقاو يبززوا عليها تقول شي كلمات اللي هما عارفينها انها ما تقدرش تقولهم حيت تبين انها عندها مشكل في النطق. كثروا عليها لدرجه انها قالت لهم وصافي قلت انا انا بركه هضريه بالفرنسي. قطمني قلبي مال قلبك اش دار؟ غتمشي لي الصوت. يعني السيده غالبا غادي تكون مريضه، ومع ذلك هادو اللي كيصوروا ما حبسوش في التطليعه ديالهم عليها لدرجه تقدروا تشوفوا في وجهها باللي تضايقات وتقلقات ديال بصح. لقيت 5 النسخ ديال هذا الفيديو في يوتيوب. اول نسخه تحطات في 23 ديسمبر 2014، ولكن التقلاب اللي كندير انا باش نلقى شي حاجه غابره هو انني ما كنقلبش غير في يوتيوب، كنقلب حتى في فيسبوك، تيك توك، جوجل حتى هو على شله. في هذه الحاله تيك توك ما غاديش ينفعني حيت ما كانش في 2014. خديت صوره من الفيديو وحطيتها في جوجل باش يجبد لي اي بلاصه محطوطه فيها هاد التصويره، وهو يطلع لي باج في فيسبوك حاطين هاد الفيديو، حاطينه في تاريخ 2 ديسمبر 2014، يعني قبل من الفيديو اللي لقيناه في يوتيوب. يعني نقدروا نقولوا هذا اول فيديو ديال هاد السيده تحط في الويب كامل. المشكله هنا هو المعلومات الوحيده اللي كنعرفوا على هاد الفيديو هو ان هاد السيده سميتها هند وانها ماشي طبيعيه، واللي كيصور سميتو عصام. سميتي انايا؟ وسام ها؟ وسام سميتي عصام. شي معلومات اخرين والو. يعني كيبقى هذا الفيديو من بين بزاف الفيديوهات اللي محطوطين في الويب المغربي وما عندهم حتى شي تفسير بتاتا. من بين كاع النسخ ديال هذا الفيديو اللي لقيت كنلقى كميه قليله بزاف من التعليقات اللي كتحسبوا على اطراف الاصابع. شو ما عليك، لا صاحبي مريضه مسكينه خاصكم تعاونوها، ماشي فكاهه، سيروا تلعبوا مع اللي قدكم. من التعليقات كيبان لك بلي الفيديو عامر اسرار اللي للاسف باقي لدابا ما عرفناش منين وكيفاش نعرفوهم، وكيبقى هذا الفيديو بدون تفسير الى الابد. سالونا ويلي ويلي بالكو هيا جد هيا جد هيا جد هيا جد ديما بارسا ديما بارصة وصغرتي ديما بارسا ديما بارسا وصغرتي بارصة. هذا الفيديو ما فيش شي اسرار نيت او لا شي خبايا وكذا، وانما كيبقى حتى هو فيديو اللي غامض حيت ما عندنا حتى شي معلومه على هاد السيده، واخا كيبقى فيديو كيضحك. حيت في هذا الوقت اي واحد كيتشهر ليه شي فيديو بدون قصد كيستغل الفرصه وكيبغي يطلع على داك الفيديو لدرجه كتلقاه كيدير لايفات في تيك توك كاع. داكشي علاش كيبقى هذا الفيديو من بين الفيديوهات اللي في الويب اللي حتى هو ما عندوش تفسير. فيديو فيه سيده اللي كتبان كبيره في العمر، وعلى حسب العنوان وشنو كاين في الفيديو كتبان باللي السيده مشجعه لفريق برشلونه. نقدر نقول لك باللي الفيديو رجعت ليه الروح من مورا كورونا، ورجعوا الناس ينشروه عاوتاني من جديد في اطار كوميدي تحت عنوان انا في السبيطار من مورا ما خسرت البارسا. بارصة 1964 غوتي بارسا بارسا. كيف العاده حاولت نقلب على اول فيديو تلاح في الويب على هاد السيده ولقيت بزاف النسخ ديال بصح، وبقيت كنقلب على اول نسخه فيهم تحطات ولقيت بلي اول فيديو تلاح في يوتيوب تحط في 12 مارس 2011. قلبت عليه في فيسبوك وما لقيت حتى شي حاجه. كنت بغيت نتاكد بلي الشين فين محطوط هذا الفيديو واش مولاها هو اللي مصور الفيديو ولا لا، حيت المصور صوته باين. فدخلت للشين وقلبت ولقيت بزاف الفيديوهات مشابهه، واحد هاز الكاميرا وكيصور شخص اخر اللي كيدير شي حاجه، وطاحت عيني على واحد الفيديو اللي كيبان ليا باللي تقريبا نفس الصوت ديال المصور. في هذا الفيديو السيد كيبان بوجهه كاع. الآن نقدم لكم موهبة الصاعدة. ضربت طليله على التعليقات ولقيت واحد التعليق اللي كيدوي على السيد اللي قدام الكاميرا كيقول بلي تلاقيت مع هذا السيد في درب سلطان. ومع التحريات ديالي بما ان السيد في درب سلطان يعني حتى المصور في درب سلطان، يعني حتى السيده غادي تكون 100% في درب سلطان. المشكله هنا كيف العاده هو ان هذه هي المعلومه الوحيده اللي عارفينها على هذا الفيديو. داكشي علاش قلت لكم كيبقى من الفيديوهات اللي بطبيعه الحال ما عندهمش تفسير في الويب المغربي. وقبل ما ندوز للفيديو الاخير بغيتكم ترحموا على هذا السيد اللي قدام الكاميرا. بالصدفه عرفت من التعليقات انه توفى، فسبحان الله ربي طيحنا على هذا الفيديو باش نترحموا عليه كاملين. الله يرحمه ويغفر ليه ويرحم جميع اموات المسلمين.
هاد الفيديو حرفيا لدابا باقي الناس كيبحثوا على الاسرار ديالو، داكشي علاش ضروري خاصنا نهضروا عليه. فيديو ديال دري صغير كيشطح عادي، اغنيه خدامه والدري كيشطح وكيسالي الفيديو. شنو اللي خلى الناس يبقاو مخربقين؟ حيت من مورا هاد الفيديو الدري الصغير كينتحر. في الفيديو الدري الصغير كيشطح عادي، واحد الوقيته كيبان باللي ضرو راسو، هنا فين كيتدخل واحد من مورا الكاميرا وكيضربو باش يكمل الشطيح. وشحال من مره الدري الصغير كيوقف وكيزيد لي من مورا الكاميرا يضربو باش يكمل حتى كيسالي الفيديو. هذا اللي خلى الدري الصغير ينتحر من مورا هاد التنمر والتهديد اللي جاه. المشكله هادشي ما بان لينا حنا حتى كبرنا، عاد عرفنا بلي شي حاجه ماشي هي هذيك. بطبيعه الحال الفيديو ما لقيت عليه حتى شي معلومه، لقيت بزاف النسخ ديال الفيديو فيسبوك ويوتيوب، ولكن اول نسخه تحطات في الويب لقيتها في فيسبوك في تاريخ 4 ماي 2010. اللي خلى هاد الضجه كامله على هاد الفيديو هو تعليقات الناس اللي كلشي كيتاسف على الدري مسكين، وكاين اللي قال بلي راه يتيم الاب والام وانتحر بسبب التنمر والتهديد اللي جاه من مورا هاد الفيديو. للمعلوميه ما كاين حتى شي دليل بلي هادشي بصح وقع، هذه كتبقى هضره ديال الناس. كما قلت لكم ما كاين حتى شي معلومات على هذا الفيديو الى يومنا هذا، داكشي علاش يمكن هذا اكثر فيديو غامض وما عندوش تفسير في الويب المغربي كامل. جربت نقلب على الاغنيه الاصليه اللي في الفيديو ولقيت فيديو اللي قديم وتحط في 17 جونفي 2010، يعني قبل ما تحط اول نسخه من الفيديو المعلوم، واكتشفت باللي هي ماشي كيكي وانما ديكي. ديكي وهي ديكي مال ديكي ما جاب خبارو، اغنيه كدوي على الديك اللي هو الفروج. يا وريثة وليد عيسى غرنا المال وديك وهي ديك بلدك مجاك وديك وهي ديك بلدك مجاك ديك يا بنخوف نيل هاد غرنا جمعت. يعني الاغنيه ما عندها حتى علاقه مع الدري الصغير، اغنيه خرجت قبل ما يشطح عليها الدري اصلا. لقيت الاغنيه كامله في يوتيوب ولكن لقيتها بداك الصوت الرقيق اللي كاين ديجا في الفيديو، وبواحد شويه المهارات ديالي في المونتاج وكذا حاولت نغلط الصوت باش نجيب الصوت الاصلي ديال المغني. وغالبا الاغنيه ماشي رسميه ديال شي مغني وانما غير الدري الصغير اللي كيغني فيها. ديكي وهي ديكي مال ديكي ما جاب خبارو، ديكي وهي ديكي مال ديكي ما جاب خبارو، ديكي يا بوريشة اللي ذبحات عيشة في المربع جبنات بزارو، ديكي وهي ديكي مال ديكي ما جاب خبارو. للاسف حتى لهنا الحبل ديال التحقيق ديالنا كتقطع وما كنبقاو نلقاو حتى شي معلومات اخرين على هذا الدري الصغير اولا على هذا الفيديو بصفه عامه. وكما قلت لكم هذا كيبقى اغرب واغمض فيديو داز في الويب المغربي كامل، لدابا ما لقيناش ليه تفسير. الا عندكم اي خبر على هاد 3 الفيديوهات خبروني به في التعليقات لتحت باش كلنا نعرفوا شنو الاسرار ديال هاد 3 الفيديوهات. ولا كنتو عاقلين على شي فيديوهات اخرين قدام وتا هما بحال هكا ما عندهمش تفسير قولوها ليا وخليوني ندير خدمتي كيف العاده. لايك وسبسكرايب ونتلاقاو في الفيديو الجاي.